بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة أحلى ستريبس فراخ، أحلى ستريبس دجاج، أحلى من أحلى مطعم. ما تقوليليش بقى لا هنا ولا هنا، مع سلطة الكولسلو، مع كاتشب، مع مايونيز، وعيشي حياتك. بس ايه حكاية اقولك اتعملت ازاي. بس قبل ما اقولك اتعملت ازاي، انزلي بسرعة بسرعة اشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش، فعلي زر الجرس خليه على الاسود، وكمان كومنت حلو زيك، واللايك القمر بتاعك، ويلا تعالي بسرعة عشان اقولك اتعملت ازاي. يلا بينا. نبدأ بسم الله. بصي، انا معايا صدرين اتنين بس، هعمل بيهم الوليمة دي. صدرين اتنين من صدور الدجاج. تمام، هنقطعها كده، ولا هي تخينة ولا هي رفيعة، زي ما انت شايفاها كده. شايفة الحجم ده بالطريقة دي كده، والواحدة كده لو طويلة اقسميها اتنين، حابة تسيبيها طويلة براحتك زي ما انت عايزة. بس انا علشان هعمل في حلة صغيرة، عشان عايزة زيت غزير، فهقلي في حلة صغيرة، فعشان كده قسمت الواحدة اتنين. تعالي بصي بقى كده، الكمية اللي معايا اهي، ده كده من صدرين فراخ. بصي السمك قد ايه، انا عايزة السمك ده، ولا هو تخين قوي ولا هو رفيع قوي، بحيث ان هو ما ينشفش معايا وفي نفس الوقت يستوي كويس. تعالي بقى نعمل التتبيلة اللي هننقعها فيها. دي كوباية لبن ضايفة عليها معلقتين خل، كوباية لبن ضايفة عليها معلقتين خل، من ده خل طبيعي خالص بتاع البيت. وهنحط بقى عليها التوابل بتاعتنا. ايه هي التوابل دي؟ الملح حسب الرغبة، نص معلقة كاري، نص معلقة كركم، نص معلقة بابريكا، معلقة مليانة بصل بودر، نص معلقة فلفل أسمر. كل دي معالق صغيرة مش كبيرة، يبقى من كل حاجة نص معلقة، ما عدا البصل البودر معلقة مليانة صغيرة، معلقة شاي صغيرة. والملح حسب الرغبة. هننزله كده في اللبن على الخل، ونقلبه حلو جدا، وهنزل فيه بصدور الدجاج بتاعتي. طيب يا ماما نانا، انا بنزل اهو واحده واحده علشان كل واحده تاخد حقها في المحلول دون، او في التتبيله بتاعتي دي ميه التتبيله بتاعتي. طيب يا ماما نانا هقعده قد ايه؟ انا عن نفسي عملته من قبلها بيوم، لو انتي مستعجله مش اقل من 4 ساعات. 4 ساعات في التتبيله دي، علشان تعرفي تاخدي ستريبس حلو. اولا الانسجه تنعم وتتشرب من التتبيله وتبقى ناعمه معاكي وحلوه. يبقى 4 ساعات، مش اقل من 4 ساعات. انا عملتها من قبلها بيوم. هنقفلها كده بقى بالاسترتش لاب او باي غطا عندك، ونحطها في التلاجة. تعالي بقى نعمل احلى كولسلو. معايا كرومبايه سلطه. انا عندي كرومبايه موف، عندك ابيض شغال. عندك ما عندكيش كرنب سلطه خالص، عندك كرومبايه هتحشيها، خدي قلبها، احنا ما بنقفش على حاجه. وجزرايه مبشوره متقشره ومغسوله ومبشوره، وكوبايه زبادي، ونفس الكوبايه اهي حملاها مايونيز. هنعمل الكولسلو بابسط طريقه بمكونات في البيت، من غير اي حاجات خزعبليه كده يعني. ادي كوباية الزبادي، لما فضيتها حطيت فيها المايونيز، وحطيت عليها 3 معالق كبار مليانين خل. هقلب حلو كده، وانزل على الزبادي بالمايونيز والخل. هقلبه كويس قوي. في ناس بتحب تحط عليه بصل بودر وتوم بودر وكده، براحتك، عايز تحطي حطي. انا مكتفية بالتوابل اللي انا حطيتها في الفراخ بتاعتي. طيب ده ايه يا ماما نانا؟ ده سكر الشاي العادي جدا، 3 معالق كبار مهرمين سكر. عندك عسل نحل حطي عسل نحل، ما عندكيش عسل نحل احنا ما بنقفش على حاجة، بنحط سكر. وتدوبي حلو قوي 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 كده، هيبقى بالقوام ده. هنزل عليه بقى بكرنب السلطة، وهنزل عليه بالجزر. وزي ما قلتلك انا كان عندي كرنب موف، انت عندك كرنب ابيض شغال. عندك كرنبايه هتحشيها، خدي قلبها، بيبقى اطعم واحلى والله كمان من كرنب السلطة، بيبقى مسكر اكتر.
سلطة الكولسلو لازم تعتق برضو مش أقل من ساعتين. يبقى باعمل السلطة ديًا وباحطها في التلاجة مش أقل من ساعتين، كل ما تقعد في التلاجة أكتر كل ما تعتق والخضار دوًا يشرب من التتبيلة دي وتبقى حلوة أوي. تعالي بقى يالّا نعمل التتبيلة الcover اللي هنعمل بيه الكولسلو إيه بس أنتِ دماغِك فين يا ماما نانا؟ الستريبس بتاعي. حطيت كوبايتين دقيق وعليهم 3 معالق مهرّمين نشا، يبقى كوبايتين دقيق عليهم 3 معالق مهرّمين نشا ونُص معلقة صغيّرة بيكنج باودر، والتوابل اللي أنا حطيتها في تتبيلة الفراخ هاحطها هنا بس نُص الكمية. يعني إيه؟ يعني أنا حاطة هناك من كل حاجة نُص معلقة صغيّرة، هنا هاحط ربع معلقة صغيّرة. البصل البودر أنا هناك حاطة معلقة بحالها صغيّرة، هنا هاحط نُص معلقة صغيّرة، والملح طبعًا حسب الرغبة. تمام، تمام، كده التتبيلة بتاعتي جاهزة. هاخد بقى كده الفراخ دي كده بعد ما باتت في التلاجة ليلة كاملة، طبعًا زي ما قُلت لِك لو مستعجلة عليها أنتِ 4 ساعات مش أقل من 4 ساعات. هاجيبها بقى كده كلّها على جنب علشان أنا عايزة الصوص اللي تحت دوًّا، أنا عايزة التتبيلة اللي تحت دي. هاخلّي بقى إيد آخُد بيها من هنا والإيد التانية للدقيق، عشان ما يبقاش من المَيّة للدقيق والدنيا تعجِّن معايا، زي ما أنتِ شايفة كده أهي بُصّي إيد للدقيق وإيد للتتبيلة، وأنزل فيها تاني بالفراخ بالطريقة دي، شايفة الخرفشة دي؟ أنا عايزة الخرفشة دي، وهاعملها على فكرة هي كده مرّتين، عايزة مرّة تالتة هاعملها معاكِ مرّة تالتة، بس نشوف واحدة كمان أهي، زي ما قُلت لِك إيد لهنا وإيد لهنا، مش الإيد اللي تحطيها في الدقيق تحطيها في التتبيلة عشان ما تعجنيش الدنيا، والدقيق بتاعِك يفضل نضيف لغاية آخر قطعة، شايفة عاملة إزاي وشايفة الخرفشة اللي فيها؟ هاعملها تاني أهو زي ما قُلت لِك عشان تدّيني طبقة أكتر، حابة طبقتين بس تمام، حابة 3 تمام، راحتِك أنتِ. أهي شايفاها عاملة إزاي؟ بالطريقة دي كده. بس بقى نصيحة، ما تعمليش كده وتحطّي في طبق وتقلي بعد كده لأ، من الدقيق على الزيت على طول ما تركنيش، زي ما أنتِ شايفة كده أهو، زيت غزير سُخن جدًا وهانزل فيه بالستريبس بتاعي، وبعد ما أحطهم كده أبدأ إن أنا أهدّي العين بقى. أنا سخّنت الزيت أوي ونزلت فيه، أبدأ إن أنا أهدّي العين علشان أسيبه كده يستوي راحته، وزي ما اتفقنا أي حاجة عايزاها تفضل مقرمشة ما تطلّعهاش على مناديل المطبخ، نطلّعها على إيه يا ماما نانا؟ على شبكة وتحتيها صينية، زي ما أنتِ شايفة كده. ما عنديش شبكة يا ماما نانا، خدي شبكة الفرن وصبّنيها واستعمليها، ما بنقفش على حاجة، بالطريقة دي كده. إيه رأيِك بقى في الجمال ده؟ شايفة الكمية اللي طالعة من صدرين 2 فراخ عملتِ وليمة، ومع شوية شيبسي حابة تعملي بطاطس صوابع محمرة تمام، مع الكولسلو بقى حابة تعملي جنبيها رز ريزو تمام، ما فيش أي مشكلة، شايفة الجمال؟ إيه رأيِك بقى؟ تعالي كُلي، تعالي خدي حتة، وادي الكولسلو معانا أهو، بُصّي بعد ما عتّقناه بُصّي الخضار اتشرّب إزاي من المايونيز ومن الزبادي ومن الخلطة اللي عاملينها، بالضبط كده. هنقسّمه بقى كده في الطبق، وتعيشي حياتِك بقى كده بالفينو كده أو مع رز ريزو، يا سلام سلِّم. لو وصلتِ لغاية هنا اوعي تنسيني بدعوة حلوة وتكتبي لي في الكومنتات تسلم إيدِك يا ماما نانا. يالّا كده نحط الكاتشب عليها، يا سلام! الله، الله! إيه الجمال ده! والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.